مساء الخير للجميع. أهلا بكم في هذه النسخة الجديدة من برنامج فرونتال. المغرب بلد يتطور بسرعة ويتحول بشكل عميق على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمجتمعية. لكن هذا كما هو الحال في كل مجتمع حي ونشيط يؤدي إلى جدل وخلافات. الناس يناقشون وأحيانا بل غالبا يختلفون. المجتمع المغربي مرتبط بعمق بتاريخه وتقاليده، لكنه أيضا منفتح على الخارج، كونه أرضا تستقبل المهاجرين وأيضا أرضا للهجرة. تجتاز هذا المجتمع عدة تيارات تجرف معها الطيفين المحافظ والحداثي بالكامل، وهذا يخلق انقسامات يتم حلها في النهاية إما بالقانون أو بالممارسة. التقاليد تتصالح مع الحداثة، والحوار الجدلي بين المحافظين والتقدميين يدفع الأمور إلى الأمام تدريجيا بصمت أو بهدوء، ولكن بموافقة الجميع. في هذه الحلقة حول علمنة المجتمع المغربي سنجري نقاشا بين مثقفين اثنين يمكن نسب كل منهما إلى أحد المعسكرين، إن صح تسميتها معسكرات، وسنحاول مواجهة وجهات نظرهما. الشيخ حمد السيد، مساء الخير. مساء الخير سيدي. شكرا لقبولك دعوتنا، مرحبا بك. أنت كاتب وناشط معروف في مجال حقوق الإنسان على الساحة الاجتماعية والمجتمعية المغربية، شكرا لوجودك معنا. الدكتور طلال هيلو، مساء الخير، شكرا أيضا لقبولك دعوتنا. أنت أيضا معروف في المجالين الاقتصادي والمالي، أنت أستاذ وأنت مدقق شرعي معتمد AOAFE، الاختصار باللغة الإنجليزية، وهو المنظم الرئيسي في العالم لمعايير المالية الإسلامية. هل هذا صحيح؟ وأنت أيضا مؤلف لعدة كتب حول المالية الإسلامية. شكرا لكما على وجودكما معنا. إذن الكلمة لك. سنبدأ أولا بعرض موضوعنا حول علمنة المجتمع المغربي أو عدمها. هنبدأ نقاشنا مباشرة بعد ذلك. إلى اللقاء بعد قليل. في المغرب نتكلم كثير عن اليسار واليمين، لكن الانقسام الحقيقي هو مجتمعي وليس سياسياً. منذ متى يتعارض التقدميون والمحافظون؟ المغرب حسب دستوره هو أمة عربية وأمازيغية وإسلامية بهوية متعددة. هذه التنوعات تغذي النقاشات داخل المجتمع. البلد يتطور، لكنه يتقدم بين هاتين الرؤيتين المتعارضتين. يدافع التقدميون عن المساواة بين الجنسين باسم العدالة الاجتماعية، أما المحافظون فيعتمدون على التقاليد أو الدين لتبرير الرفض. هذا التعارض يظهر أيضاً في مجال التعليم. ماذا يجب أن نعلم الأطفال وبأي لغة؟ هل يجب تعزيز التربية المدنية في مواجهة التعليم الديني؟ حتى في مجال المالية تختلف وجهات النظر، بعضهم يرفض الاقتراض بينما يتعامل آخرون مع البنوك دون أي مشكلة. الحريات الفردية أيضاً في صميم النقاش، هل يجب تغيير القوانين الحالية أم الإبقاء عليها؟ العالم الثقافي متأثر أيضاً، كما أظهرت الجدل حول حفل إل جراندي توتو. يتحدث البعض عن فن نظيف، لكن ماذا يعني هذا المصطلح حقاً؟ وأخيراً تثير وسائل التواصل الاجتماعي الانقسام أيضاً. هل يجب تقييد وصول الشباب إلى الإنترنت؟ سيتم مناقشة هذه الأسئلة في استوديو برنامج فرونتال. نعم، أحمد عصيد، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ بالتأكيد المغرب يحاول إدارة تنوعه ويحاول الحفاظ على توازنات داخلية بين جميع التوجهات، لكن ما هو مثير للاهتمام هو أنه في هذه المرحلة من التاريخ التي نمر بها هناك أسئلة جديدة ونماذج جديدة. فيه أيضا مستقبل مجهول يثير الكثير من التساؤلات مع الكثير من المخاوف والكثير من القلق وأيضا الكثير من العنف. لذا أعتقد أن رأس المال الأكبر بالنسبة للمغاربة هو النقاش الوطني، إنه النقاش العمومي الوطني، وهذا رأس مال يجب الحفاظ عليه. يجب أن نبقى موحدين وأن نترك الحوار بين جميع التوجهات حتى يقتربوا من بعضهم البعض وليتبادلوا أيضا الأفكار، لأن المغرب عبر تاريخه كان ملتقى للحضارات واللغات والأديان، ومن خلال هذا الحوار تمكن المغرب من تعزيز تماسكه الاجتماعي حتى الآن. كان القدماء يقولون من النقاش تأتي النور. نعم. إذا كان بإمكاننا تلخيص حديثك، ماذا عنك طلال هلو؟ أنا أحب كثيرا الدقة. إذاك سيناش مصطلح لفت انتباهي أنه هو يتحول. هل نحن من يتحول أم أننا نتعرض للتحول؟
أي على سبيل المثال تحدثنا عن الهجرة من وجهة نظر ليبرالية، لا توجد أي مشكلة في أن تختلط جميع الثقافات أو أن يحدث فقدان للثقافة. هذا ما يسبب لي أي مشكلة، لكن في الواقع العواقب موجودة نلاحظها، وهناك عدد من الظواهر المرتبطة بذلك مثل العنف في بعض الأحياء وانتشار المخدرات وأحيانا الكنائس السرية التي تثير المشاكل، وأيضا مسألة التقدمية اللي تم التطرق إليها. أنا أعتقد أن المسلم بطبيعته تقدمي، أي أنه في كل ما يتعلق بمجال الابتكار سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو غير ذلك، المبدأ هو أن كل شيء مسموح به حتى يثبت العكس. لكن هل سنذهب في هذا التقدمية إلى الحد الذي تحدث عنه برتراند راسل؟ وبالطبع أنتم تعرفونه، حيث قال يجب تدمير الدين. هل سنذهب مع التقدمية إلى هذا الحد؟ وهل كل التقدمية جيدة؟ وهنا أود أن أشير إلى مداخلة لفتت انتباهي لأحمد عصيد، حيث قال بالفعل إننا نمارس الضغط من الداخل لكننا بحاجة إلى ضغط خارجي. وأنا أود أن أطرح عليه السؤال: إلى أي مدى يمكننا أن نطلب ضغطا خارجيا على بلدنا؟ لأن الضغط بشكل عام يكون ضد شيء ما، فلماذا نطلب إذن ضغطا خارجيا؟ ما هو النموذج الذي لدينا؟ وإلى أي نموذج نريد أن نتجه في نموذج المجتمع الذي يدور في هذا النقاش تحديدا؟ كنت سأحب حقا أن أجيب على هذا السؤال، لكنه لم يوجه إلي. إنه موجه إليك عبد الصمد؟ لا، لم أتحدث عن ضغط خارجي، لقد تحدثت عن مسؤولية المغاربة في تعزيز وحدتهم الوطنية، أي النقاش الداخلي بين المغاربة أنفسهم. أما الخارج فذلك أمر آخر. لكني أعتقد أن الرأسمال الأكبر لما قلت قبل قليل بالنسبة لنا هو النقاش العام والوطني، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الحوار الوطني، لأن هناك قوة تحاول كسره، قوة من الداخل، ولا أتحدث هنا عن الخارج. وبالطبع إذا تمكنا من الحفاظ على هذا النقاش بيننا فقد نصل إلى نتائج مهمة جدا تصب في مصلحة بلدنا. لما تقول قوة من الداخل تحاول كسره، من تقصد بذلك؟ أقصد كل هذا العنف، لأنه منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح للجميع حرية التعبير. هذا جانب من جوانب الديمقراطية، أن يعبر الجميع بحرية، لكن للأسف يتم التعبير دون مسؤولية. الحرية مرتبطة بالمسؤولية، هناك حدود. لا يمكننا أن نمنح أنفسنا الحق في تدمير كل شيء فقط لأنني أعبر عن رأيي. يمكنني أن أعبر عن رأيي لبناء شيء ما، لكن ليس لتدمير ما بنيناه بالفعل. حسنا، أعتقد أن الضغط الخارجي دكتور حلو هو أيضا نتيجة لانفتاح المجتمع المغربي على الخارج، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك جدلية مع الخارج تحدث. ربما هذا ما يمكننا اعتباره نوعا من الضغط. حسنا، ننتقل إلى النقطة الأخرى. عذرا لكنني كنت أشير إلى مقابلة أجراها السيد أسد في إحدى الإذاعات، ليس كان يقول إنه مقابل كل ضغط داخلي. نحن بحاجة إلى ضغط خارجي. كانت هذه هي السؤال؟ إذن أود أن أوضح هذه النقطة إذا سمحتم، بعد ذلك سننتقل إلى الآخرين. لا، لكن الإجابة كانت واضحة تماما. كانت جيدة. ننتقل إلى سؤالنا الأول. الدستور المغربي هو اللي ينص في مادته 19 في جزئين. هنا وفقا للمادة 19 سأقرأ عليكم جزئين. الأول هو: يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. ثانيا: تعمل الدولة على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء. هل يتم احترام هذه المساواة؟ هل يجب أن يتم احترامها؟ استمعوا، عندنا مبدأ في الإسلام وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السؤال هو: هل هذه المساواة كاملة؟ هل هي مطلقة؟ بالطبع لا. لدينا أمور بالدستور والقانون تحد من المساواة، مثل إجازة الوالدية والمعاش والنفقة والمتعة وأشياء مشابهة، مما يجعل أنه لا توجد مساواة تامة. إذن هي محددة بإطار. على سبيل المثال، لا يجوز بيع الكحول لمسلم. المسلمون وفقا لقانون الالتزامات والعقود لا يمكنهم إقراض بعضهم البعض بفائدة. لذلك ليش نكون أكثر وضوحا قليلا، يجب أن نطرح السؤال: ما هو المرجع الذي نعتمده عندما نطالب بالمساواة؟ عندنا مؤسسات رأسمالية دولية تريد المزيد من الإنتاج وتريد المزيد من الاستهلاك، وبالنسبة لهم فإن إخراج المرأة إلى المجال العام والمهني أمر ضروري كما قال روكفلر من أجل الحصول على المزيد من الضرائب من بين أمور أخرى، ولكن اليوم أيضا من أجل الحصول على المزيد من القروض والمزيد من الاستهلاك وما إلى ذلك. ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك ارتفاع معدلات الطلاق بشكل هائل،
وهنا الأرقام والإحصائيات هي التي تتحدث. عندنا أيضا ارتفاع كبير في معدلات العزوبية، ننتقل من 28% في 2011 إلى 70% في 2019، أي 8 ملايين أعزب. عمليا المرأة مرهقة لأنها تتعرض لضغوط كثيرة في إطار هذه المساواة، فهي لا تلعب دور الرجل. بل بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون جميلة كما في الإعلانات الدعائية، ويجب أن تكون ربة منزل جيدة، ويجب أن تكون زوجة ممتازة أيضا، ويجب أن تكون امرأة فعالة في العمل وتتمتع بالقيادة المطلوبة، ويجب أن تكون أما رائعة أيضا، وهذا ينطبق على الرجل أيضا، وهذا يؤدي لانفجار داخلي، وهذا يسبب الكثير من التوتر داخل الأسر. لهذا السبب عندنا دراسة لستيفنسون من جامعة ميشيغان في عام 2008 تظهر أنه مع زيادة المساواة بين الرجل والمرأة ينخفض مستوى سعادة النساء، أي أن النساء أصبحن أقل سعادة تدريجيا منذ سبعينيات القرن الماضي. ولذا للبقاء ضمن إطار الدراسات العلمية نطرح السؤال: هل هذه المساواة حقيقية من الناحية الكيميائية والبيولوجية؟ لا، هذا أظهرت علوم الأعصاب أن التفاعلات والهرمونات التي نفرزها مختلفة، كما أن تأثير الهرمونات على الدماغ وحتى تكوين الدماغ نفسه مختلف. فعلى سبيل المثال الرجل يفرز التستوستيرون بمقدار 17 مرة أكثر، وهي هرمون المخاطرة وهرمون الرغبة وهرمون بناء العضلات، وهذا له تبعات. إذن هل نريد مساواة مطلقة بحيث يكون لدينا عدد النساء مساو لعدد الرجال في السجون وفي الأعمال الشاقة وفي الأعمال الخطرة وفي الجريمة؟ لا، عندنا إجابة من القرآن. عندنا آيتان، وهنا نطرح السؤال: ما هو مرجعنا؟ ما الذي سيحدد لنا الإطار؟ هل سنلتزم بالثوابت التي ذكرتموها في الفصل 19 من الدستور؟ أي أن جميع الاتفاقيات الدولية وغيرها التي وقعها المغرب يتم تأطيرها في النهاية بثوابت الأمة، أم أننا سنكون مع ما قاله نيتشو نبي ما بعد الحداثة اللي قال يجب أن يكون هناك قطيعة مع التقاليد التي امتدت لآلاف السنين؟ وكان يكرر ذلك أيضا لأنه كان من كبار أتباع نيتشه الذي كان يعمل على إزالة القداسة. وأقتبس من نيتشه مرة أخرى: الفضيلة، العقل، العدالة، الرحمة. إذن ما هو جيد هو ما هو قوي، هو ما يبقى ويستمر. وهنا سيكون عندي سؤال خاصة في إطار الحداثة. إحدى أشهر الداعيات إلى المساواة سيمون دي بوفوار كانت تقول: طالما ظلت أسطورة الأسرة والأمومة قائمة فلن تتحرر المرأة. هل توافقون على سبيل المثال على مثل هذا القول لسيمون دي بوفوار؟ هذا هو مرجعك. لقد انطلقت من مرجعك، وإذا كان علي أن ألخص الأمور وأجملها أقول إن سعادة المرأة تتناسب عكسيا مع مقدار المساواة التي يمكن أن تحصل عليها مع الرجل. هل هذا صحيح؟ ليس أنا من يقول ذلك، بل هي دراسات جامعة ميشيغان. لنقل إنني أستطيع أن ألخص بشكل عام حديثك حول هذا الموضوع إذا سمحت يا حمد سيد. أعتقد أنه لا يجب تبرير التمييز، ولا ما ينبغي بذل الكثير من الجهد لتبرير الأفكار التمييزية. المساواة اليوم هي واحدة من أكثر القيم المطلوبة في جميع أنحاء العالم وفي كل المجتمعات. الجميع يحلم بهذه المساواة، أي أن الناس ضد التمييز وضد أن ينتقص من حقوقهم أو أن يشعروا بأنهم أقل من الآخرين سواء كانوا رجالا أو نساء. المادة 19 هي ثمرة سنوات طويلة من النضال والعمل المؤسسي. لم نصل إلى المادة 19 هكذا فجأة. أولا كان هناك عام 2004 مدونة الأسرة كانت لأول مرة تقدما كبيرا نحو المساواة بين الجنسين في بلدنا، وسهل عام 2004 صياغة المادة 19 في عام 2011. المادة 19 تعني المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية. هذا أمر مهم بالنسبة لنا، هذا مكسب كبير. وكذلك المناصفة، وبالطبع المناصفة ليست المساواة لكنها وسيلة، لأنك طرحت سؤالا مهما: هل من الضروري تحقيق هذه المناصفة وتنفيذها؟ أعتقد نعم، لأن المناصفة في الحقوق والواجبات تسهل بشكل كبير تطور الفكر المواطني خاصة لدى الرجال في المجتمع. عندما نرى نساء في مجلس ما، عدد كبير من النساء تقريبا 40%، 45%، 50%، فهذا يغير قليلا من عقليات الرجال الذين لا يزالون متشبثين بأفكار قديمة جدا. وأتحدث هنا عن المغرب، وفي الوقت نفسه يتيح ذلك للمرأة أن تظهر قدراتها وكفاءتها.
على سبيل المثال إذا أخذنا حزبا سياسيا وكان المكتب يتكون فقط من رجال، وفي اللجنة المركزية يوجد فقط رجال أيضا على سبيل المثال، كيف يمكننا اكتشاف الكفاءات الكبيرة لدى النساء في هذا الحزب السياسي؟ مستحيل. يجب أن نعطيهم الفرصة ليعملوا داخل الحزب، ليطرحوا أفكارا سياسية، ليشاركوا في النقاشات وليترأسوا المشاريع. لذا فإن المساواة مهمة على هذين المستويين. لكن عذرا أحمد أسيد، ما قاله لنا الدكتور حلو هو أنه تحدث عن التستوستيرون وعن عدد من الأمور الجسدية. من الناحية الجسدية أراك تبتسم، ليش؟ لقد قال إن المرأة ليست مساوية للرجل جسديا. لأن الأمر لا يتعلق بالجانب الفسيولوجي فقط، بل بأمور أخرى. الإنسان هو عقل مفكر، هو شخصية متكاملة، هو أيضا مشاعر عميقة، وهو أيضا فعل مؤثر. لذا اليوم الفتيات في مرحلة البكالوريا يحققن نسبة نجاح مذهلة تبلغ 66%، وذلك مقابل 33% فقط للأولاد. لكن هذا يختفي، يتبخر أثناء العمل. بالضبط، لأن احنا دائما ننظر إلى المرأة من خلال هذه الصور النمطية بأنها لا تملك عضلات الرجل وأنها ليست مثل. لا، أعتقد أن مفهوم المساواة أي أنه خلال القرنين الماضيين تم تشكيله بطريقة فلسفية من أجل احترام الإنسان. المرأة مواطنة كاملة الحقوق، ولا يمكن التقليل من شأنها بحجة وجود نص ديني أو بحجة وجود مشكلة ما. هذا هو ما طلبه المراجع اللي نتحدث عنها الآن. هذا أمر مهم. نعم، لقد طرح الحلوين سؤالا مثيرا للاهتمام. أعتقد أن هناك مرجعية في الدستور. لقد اختار المغرب ألا يعود إلى الوراء وألا يبقى جامدا في الحاضر، بل أن يتجه نحو المستقبل. لكن كيف نتجه نحو المستقبل؟ بالطبع من خلال تحقيق توازن بين ماضينا ومستقبلنا، وهذا التوازن يكون من خلال مرجعية تقليدية منفتحة. يجب التذكير بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى السيد رئيس الحكومة. هناك عبارات مثيرة للاهتمام جدا. لقد تحدث عن ضرورة أخذ تطور المجتمع المغربي بعين الاعتبار. تطور المجتمع، التحول وانفتاح المجتمع على الخارج. نعم، على الخارج المبادئ الدينية، ولكن أيضا ممارسة ما سماه الاجتهاد المنفتح. لماذا لا نقول فقط الاجتهاد؟ الاجتهاد المنفتح يعني الاجتهاد الذي ينفتح على المستقبل ويسمح لنا بإعادة قراءة المرجعية الدينية التي ليست بطبيعة الحال مغلقة. كون الأمر ليس مغلقا لأن هناك فقهاء يمكنهم إيجاد حلول للمجتمع اليوم انطلاقا من هذا المرجع الديني، ولكن مع محاولة أخذ جميع التغيرات في الواقع بعين الاعتبار. لأنه في النهاية النقطة، أي القوة الأكبر اللي ما يمكننا الوقوف أمامها، أي أن لا نستطيع التغلب عليها، إنها قوة الواقع اللي تفرض علينا الكثير من الأمور. أعتقد أن هناك اختلافا في مستوى إدراك الواقع بينكما. دكتور هارلو، عندما كنت تحدثت أيضا عن عدد حالات الطلاق. ما فهمته إذا لم يصحح لي هؤلاء المجانين هو أن هذه الحرية الأكبر التي منحت للنساء في حد ذاتها في مسألة الطلاق تحديدا قد زادت من عدد حالات الطلاق. ومع ذلك كان هناك مدونة للأسرة في عام 2004، وبعد مرور 20 عاما ما زلنا بصدد إعداد واحدة أخرى. وفي هذه الأثناء تطورت المجتمع بشكل كبير، وخلال هذه الفترة حدثت هجرات كثيرة لأشخاص غادروا البلاد، وأصبحت هذه الهجرات أكثر فأكثر ذات طابع أنثوي. عندما نذهب ونسأل النساء اللواتي غادرن لأن بعض القوانين وبعض اللوائح لا تناسبنا، أطرح عليكم هذا السؤال: كيف يمكن للمغرب أن يواكب مسيرة العالم وتطوراته كما قال جلالة الملك، وكما نلاحظه في حياتنا اليومية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصيته الثقافية والدينية؟ نحن متفقون تماما على ضرورة الحفاظ على هذا الأساس، هذا المرجع، لكن هناك مع ذلك أشياء تتطور. عزيز، لقد شهدنا إصلاحات من قبل وسنشهد المزيد منها مستقبلا، لأنه في الواقع لدينا في إطار ما قيل بعض التناقضات، لذا ستطرح لنا الممارسة العديد من الإشكاليات. أود فقط أن أعود إلى نقطتين قبل أن أجيب على سؤالك إذا سمحت. بالطبع ليس كل أشكال التمييز سلبية،
على سبيل المثال إجازة الأمومة ليست سلبية إلا إذا كنتم ترغبون في إلغائها. لذا انطلاقا من ذلك ليست كل أشكال التمييز سلبية. عندما يقال لي إن لن نقوم بإلغائها بل سنضيف إجازة الأبوة، أنا لا أقول إن عقليات الرجال متخلفة، لأن ذلك سيضعنا في مواجهة الكثير من الرجال الأذكياء جدا والمبتكرين والمفيدين جدا للمجتمع. لذا العقليات هي أمر ذاتي إلى حد ما من حيث الحكم، أما العقل أو المنطق فهو شيء أكثر موضوعية. عندما نقول إن 66% من الفتيات يحصلن على شهادة البكالوريا بنتائج أفضل، فهذه مسألة كثيرا ما تطرح في النقاشات مع الحداثيين. في الواقع السبب في أن الفتيات يحققن نتائج أفضل بكثير من الفتيان هو أن الفتيات ما زلن أكثر تمسكا بهذا التقليد من الفتيان. لا يسمح للفتاة بالخروج ليلا لتفعل ما تشاء، بينما يسمح للفتى بالخروج ليلا ليفعل ما يشاء. الفتاة التي تخرج أكثر من الفتاة. لقد منحنا حرية أكبر بكثير. وهنا يمكن القول إن هذا نوع من النظام الأبوي المنحرف، للولد أكثر من البنت. إذن الولد عنده حرية أكبر بكثير. عذرا سأقاطعك في هذه النقطة. لم تعد الفتاة بحاجة للخروج فعليا لتكون في الخارج، لديها الإنترنت أمامها، وأحيانا يمكنها حتى أن تفعل أشياء على الإنترنت لا يمكن أنك تفعلها في الخارج. نتفق على ذلك، لكن مع تساوي كل الأمور. من ناحية أخرى، عندما تتاح لنا فرصة الاختلاط بأشخاص آخرين خارجا وممارسة أنشطة أخرى بينما ينبغي أن نكون بصدد الدراسة، فإن احتمال الفشل أكبر. هذا مجرد مسألة وقت. إذن الآن للإجابة على سؤالك اللي هو في غاية الأهمية، المغرب هل سينخرط في مسار؟ أولا أطرح السؤال مرة أخرى في إطار من الدقة، هل هو مسار أم هو إملاء؟ أي إلى أين نتجه؟ التقدم بشكل عام هل هو دائما جيد؟ لا، يمكن أن يكون هناك تقدم في الخلايا السرطانية داخل الجسم، وهذا ليس تقدما جيدا. إذن ليس كل تقدم جيد. سأعطي مثالا كاشفا جدا عن حالة المجتمعات الغربية التي غالبا ما تقدم كنموذج: الانتحار. أعلى معدلات الانتحار في العالم ليست في البلدان المسلمة، هي في اليابان، في كوريا الجنوبية، وفي الدول الإسكندنافية. وأفضل مؤشر على حالة السوء الاجتماعي هو هذا. في الولايات المتحدة تضاعفت مبيعات مضادات الاكتئاب 7 مرات منذ عام 2000. مع ذلك ليس لدينا الأرقام الكاملة بشكل عام حول حالات الانتحار. لا، الانتحار هو أمر تتابعه الشرطة، لذا في الواقع هذا أمر لدينا بشأنه تقارير من الأطباء والطب الشرعي وغيرهم. لذلك هذه أمور يتم تنظيمها بشكل نسبي. الآن هذا القرن العشرون اللي وصلنا إليه، أذكر أن القرن العشرين هو القرن الأكثر دموية في تاريخ البشرية. لقد شهدنا ذلك. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، أكبر عدد من الضحايا. ويجب علينا أن نقرأ لنفهم قليلا هذا الإدراج في الإطار الدولي. من أين جاء هذا؟ ليس رغبة مستقلة، عندنا إملاءات. أشجعكم على الاطلاع على كتاب جون بيركنز، اعترافات قاتل اقتصادي، قاتل مالي، يوضح كيف أنه بالتعاون مع أكبر القوى العالمية ووزارة خارجيتها ومع المؤسسات الدولية يتم فرض عدد من الإملاءات على الدول التي هي في وضع أضعف قليلا. ولذا اليوم السؤال اللي يجب طرحه، هل الناس في المغرب، عندنا متحف وطني للمقاومة، هناك أناس ماتوا، أناس نضلوا ضد الاستعمار اللي كان لديه بالضبط مثل هذه المشاريع، وقد ضحوا بحياتهم وبمستقبلهم وبعائلاتهم وغير ذلك. هل فعلوا ذلك لكي نأتي بعد ذلك ونواصل المشروع الاستعماري الذي كانت تحمله القوى الاستعمارية، أم هل فعلوا ذلك لكي في النهاية بعد 100 عام نحصل على إمكانية تقنين الدعارة أو المثلية الجنسية أو وجود محلات الجنس في كل زاوية شارع؟ إذن هذا أمر، هناك حل وسط عادل، وسنتحدث عن هذا الحل الوسط لأنه يعتمد على المرجعية، وبالضبط يجب أن نخرج من هذه المرجعية المتجذرة في الماضي والتي تعتمد على الحداثة. الحداثة اليوم أصبحت متجاوزة، إنها مرجعية تعود إلى القرن العاشر. إنها مرجعية متجذرة في الماضي تحمل الحداثة. سأخبركم لماذا. لأن الحداثة هي تيار فلسفي تم تأطيره منذ نهاية القرن الثامن عشر ويتوقف عند القرن العشرين. انطلاقا من ذلك عندنا اليوم حدث رئيسي يظهر أن رسائل الحداثة هذه هي رسائل فارغة. غزة تظهر لنا أننا أمام إبادة جماعية. كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، الحقوق الإنسانية، الحقوق العالمية، حقوق المرأة،
حقوق الأطفال يمزقون ويقطعون إربا، النساء يمزقن ويقطعن إربا، والمؤسسات الدولية التي يفترض بها أن تحمل رسالة قيم حقوق الإنسان العالمية عاجزة عن فعل أي شيء. مجرد لأن جزءا من العالم قد فشل يا دكتور لا يعني أننا سوف نشكك في ذلك. ليس الأمر أنها فشلت، بل عندما أتيحت الفرصة ليعذب المرء أو يعذب عندما كان الأمر يتعلق بإدانة الدولة كنا ندعمها عسكريا، ومن خلال طائرات التجسس كان هناك عدد من الأشياء. نتركه يتفاعل. سأنهي كلامي إذا سمحتم. لدينا أيضا أمثلة عن هذه الحداثة، حيث تقوم السويد على سبيل المثال باختبار طائراتها قبل البيع في أفغانستان على المدنيين. لذا يجب أن نقوم بقليل من الإبستمولوجيا ونتساءل عن هذه الثوابت. سوف نحدد هذه الحداثة من خلال هذه الثوابت. هل سنبقى في نسبية مادية؟ على سبيل المثال اليوم في إطار مجتمع مادي يعتبر الأشخاص من كبار السن أشخاصا لم يعودوا ينتجون، يتم وضعهم في نوع من مواقف الانتظار أو دور رعاية المسنين. هذا مخالف لقيمنا. نحن نكرم الوالدين وهم دائما في قلوبنا. إذن انطلاقا من هنا لدي سؤال، وهو بالضبط في هذا السياق. السيد أسد ففي إحدى مقابلاته المعروفة قال إنه يمكن اعتبار نفسه لا ديني، أي خارج إطار الدين. لكن السؤال هو أنه ضمن ثوابتنا لدينا الإسلام، المادة الثالثة من الدستور، والمذهب المالكي. هل هو متفق مع هذه الثوابت؟ هل هو متفق على سبيل المثال عندما تصدر توجيهات في المقالات الصحفية حيث توصي البنك الدولي المغرب بتحقيق المزيد من المساواة؟ البنك الدولي يطلب من المغرب إدماج أمور تتعلق بنظرية النوع الاجتماعي. البنك الدولي الذي ينشر على موقعه الرسمي مرجعيتين سنترك للإجابة. فكرة أن العلاقات المثلية بتزيد من النمو الاقتصادي. سندعه يجيب. تفضل. شكرا. إذن أود أن أعود إلى، كانت هناك أسئلة مباشرة. فكرتان من سيل بشكل عام حول المرجعية. حسنا، حول المرجعية نبدأ. قبل الحديث عن المرجعية أود أن أعود إلى فكرتين طرحهما سيل. الأولى فكرة الذهنية الذكورية. لتوضيح الأمور جيدا، يعتقد الرجال المغاربة أن امتيازاتهم في المرجعية الدينية التقليدية هي حقوق، بينما في الحقيقة ليست حقوقا بل امتيازات، ويجب عليهم بالطبع أن يقبلوا بأن هذه الامتيازات لا يمكن أن تستمر من أجل حقوق النساء ومصلحة الأطفال. هذا كل شيء. لذلك أقول إنها ذهنية متخلفة، لأن الرجال لا يقبلون أن يكون للنساء حقوق المواطنة، لأنهم يعتقدون أن لهم وصاية على المرأة، وهذا الأمر لا يمكن أن. عذرا سامحني على هذا السؤال، هل تعتقد أن المنطق الذي طرحه الدكتور طلال دحلو متخلف؟ لا، أنا أتحدث عن العقلية الذكورية، لا عن الصداقة، لكنها ظل مع ذلك موضوع للنقاش. استمع، فيما يخص الطلاب، لماذا تتفوق الفتيات في دراستهن؟ ليس للأسباب التي ذكرها سيهلو. السبب الأول هو أن الفتيات مضطرات للتفوق من أجل التحرر وللحصول على الاستقلال أو الاستقلالية الاقتصادية، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك كرامة لهؤلاء الفتيات. لذا يتمسكن بدراستهن من أجل التحرر، لأنه إذا بقين في العائلة سيتم تزويجهن لرجل قد لا يكون مسؤولا وقد يكون عنيفا جدا. ثم إنهن لا يستطعن طلب الطلاق لأنهن لسن مستقلات، إنهن يعتمدن كليا على الرجل. فماذا يفعلن؟ يتفوقن في الدراسة لضمان مستقبل أفضل. إذن المرجعية، مرجعية دولة المغرب ليست العودة إلى الفقه التقليدي. لا يوجد أي وثيقة تتحدث عن ذلك. إذن هناك المرجعية الدينية، هناك المبادئ الدينية، حسنا، لكن كيف يجب أن نقرأ ونفهم ونشرح ونفسر هذه النصوص الدينية؟ هنا يكمن العمل الحقيقي. الجميع يعلم أن هناك ديانة، وأنا كمدافع عن حقوق الإنسان يجب أن أحترم جميع الديانات الموجودة في المغرب، لأنه ليس هناك الإسلام فقط. إذن هناك نظام من الفلاسفة كما قيل، الإسلام له مذاهب عدة: الصوفي، السلفي، إخوان المسلمين، الشعبي للجماهير، الشيعة، البهائيون، المسيحيون، اليهود وغيرهم. أنا أحترم كل هؤلاء الناس، لكنني لا أسمح لأي منهم بمحاولة فرض أسلوب حياته أو خياراته الشخصية على الجميع وجعل دينه نظاما اجتماعيا. هذه هي المشكلة الحقيقية.
الدين موجود والمسلمون موجودون، لكن المجتمع الذي جاءت النصوص الدينية لتخاطبه لم يعد موجودا. إذن الواقع الإنساني يتغير بينما بقيت النصوص كما هي. كيف يمكن للنصوص أن تتفاعل أيضا مع الواقع؟ ذلك يتم من خلال القراءة البشرية. إذن كل هذه النصوص التي نتحدث عنها، الدستور وكل ما أشار إليه سي الحلو، كلها أمور بشرية. هذا هو عملنا نحن. لذلك المغرب اختار أن يمضي قدما، أن يتجه نحو المستقبل، لم يختر أبدا أن يعود إلى الوراء. نحن لسنا دولة دينية، عندنا المرجعية الدينية. بدأت هياكل الدولة الحديثة لدينا بالتشكل والتطور منذ عام 1912، ونحن نحاول الآن إتمام العملية الديمقراطية الكاملة وعملية الديمقراطية الشاملة في بلدنا الحبيب. لذا يجب قراءة المرجعية الدينية انطلاقا من واقع إنساني متغير حتى تتمكن من الاستجابة لحقوق المواطنين. وبالطبع عندما نتحدث عن ثوابت المملكة فالأمر يتعلق بذلك الهالة، والدستور يتحدث أيضا عن حقوق الإنسان باعتبارها كلا لا يتجزأ، وكما هي معترف بها على الصعيد الدولي كما هو معترف به على الصعيد الدولي. وأيضا نتحدث عن سمو حقوق الإنسان على القوانين الوطنية. ومن بين ثوابت المملكة هناك الدين الإسلامي. لكن كيف نقرأ ذلك؟ هل المقصود هو دين السلفيين أم دين العلماء المغاربة الذين كانوا دائما يقظين والذين حاولوا دائما؟ هذا هو جوهر الموضوع. هل هذا يجيب على سؤالك دكتور إشلو؟ جزئيا. هل يمكنني العودة إلى هذه النقطة؟ نعم، أي أنهم كانوا دائما يكيفون النصوص مع الواقع، والدساتير تعد نموذجا. لقد سمعت بعض المحافظين يتحدثون خلال العامين من النقاش حول المدونة ويقولون سنعيد هذا ولن نقبل ذلك، سيكون هناك حرب أهلية إذا فعلنا ذلك، بينما كل ما يرفضونه قد تم قبوله بالفعل من قبل علماء الدين وكذلك من قبل بنو عرضون في الشمال. لذا عندنا أمثلة يمكننا الاقتداء بها من الداخل، لكنني وبكل صراحة أقولها بوضوح، أفضل أن نناقش مشاكلنا داخليا دون الحديث عن القوى الخارجية. لماذا؟ لأن جميعا نعرف الغرب ونعرف جميع المستعمرين ونعرف كل تاريخ الاستعمار، لكن لا يجب أن نركز كثيرا على نظرية المؤامرة لأنها تمنعنا من رؤية الأمور بوضوح في الداخل. يجب علينا بالتأكيد أن نحاول إنجاز مسارنا الديمقراطي داخليا من خلال الحوار ومن خلال تبادل الآراء. لماذا؟ عشان نكون أقوياء ونستطيع مواجهة التحديات الخارجية، ولعشان نكون دولة قوية قادرة على مقاومة التحديات الخارجية يجب أن نكون ديمقراطيين. حسنا حميدتي، هذا يكفي. هل تريدون الرد بسرعة على هذا؟ لأن هناك 10 دقائق متبقية، الوقت يمر بسرعة كبيرة. هل انتهى الوقت بالفعل؟ بسرعة تقريبا. بالنسبة لي هذا يثير انتباهي. هياكل الدولة الحديثة بدأت في عام 1912، وهذا يعزز قناعتي بأن هذه الحداثة فرضت من قبل الاستعمار، لأنه في عام 2012 كان لدينا الحماية. الآن أن نحترم، إذا قد اخترنا أن نحتفظ بها بعد الاستقلال اخترنا ذلك. وهنا نقول هل لدينا إملاءات مالية دولية أم لا؟ لأنه انطلاقا من هنا أعتقد أنني أوضحت ذلك، لكننا سنعود إليه أيضا، فالكلمات لها معنى عندما نقول الدين. ليس لأن لدينا اختلافا في نقطة ثانوية في الدين أن جميع الآراء متساوية. لدينا أمور تسمى الإجماع في الإسلام، عندنا أمور تسمى الإجماع، ولدينا أمور هي محل خلاف. ما توجد مشكلة. مسائل الخلاف تعالج في إطار علمي، مش من قبلكم أو قبلي أو حتى العلماء، بل تعالج في إطار علمي، أي أنه عندما تحتاج إلى طبيب تذهب إلى شخص معترف به من قبل أقرانه. إذا كنت تقوم بدكتوراه وتريد نشر مقال تذهب إلى أساتذة معترف بهم من قبل أقرانهم. شخص ليس لديه اعتراف من قبل الأقران، هل هو غير مؤهل لمناقشة هذه المسائل الفقهية؟ نواصل، سننتقل إليها. أود فقط توضيح نقطة صغيرة من عام 1912. يجب على السيد حلو ألا ينسى أن الملك سلطان المغرب هو من وقع على الحماية، وفي نظام الحماية هناك باسيفيكيشن للقبائل المتمردة من قبل الجيش الفرنسي، ولكن هناك أيضا تأسيس للمؤسسات الحديثة في المغرب. هذا يعني أن ذلك كان بإرادة من الملكية المغربية وجميع البرجوازية الحضرية. هذا مهم لأنه كان هناك قبول
وهذا ما كنت أقوله في الثمانينات والتسعينات. حتى أن كل البرجوازية الحضرية كانت حليفة للمقيم العام، أول مقيم عام، من أجل تحديث المغرب في فاس، في سلة، في الرباط، في مراكش. بالمناسبة يا أخي نراه حتى الآن في المجتمع الحالي، احنا في عام 2025 فرنسا مرة أخرى محافظة، هي فرنسا التي ترغب في القيام. لا، لقد قيل المسلم تقدمي بطبيعته، المسلم تقدمي بطبيعته. نعم نعود إلى ذلك، اتفقنا. أود أن أرى ذلك. لتيس شوف نصلي هذا. لقد تحدث قبل قليل عن المتخصصين في هذا الأمر. أنا لست مؤهلا، لا يمكنني إصدار الفتوى، لكن علمي لعلمي ألا هو يستطيع إصدارها، هو يعرف. ولماذا تم رفض ذلك؟ لماذا؟ هذا هو يجب أن نتابع. أود أن أنتقل إلى هذه الجدل الكبير اللي حدث مؤخرا. كانت في عدة أسئلة، بس هتجاوز سؤالا أو اثنين، لكن كان في جدل كبير مؤخرا حول المهرجانات وسياسة المهرجانات وكل ما يتعلق بالمسرح وكل ما يتعلق بالاحتفالات والترفيه. كان هناك جدل كبير فيما يتعلق بالحفل الضخم الهائل الذي حطم الأرقام القياسية لديل جراند وتوتو بحضور 300 إلى 350 ألف شخص. ما هو رأيكم في هذا الجدل وفي هذا العرض؟ دكتور ألو، حاول ألا تتجاوز دقيقتين وسنحاول أن نتابع. ونفس الشيء بالنسبة لك حمدة. اسمع، أفلاطون اعتبر أنه في المدينة المثالية لا يوجد، لا ليس أفلاطون، ديل جراند وتوتو. نتكلم عن القوانين والقواعد الهائلة، بعد ذلك كان بيتم تطبيقها على الأرض، ما مشكلة. كان أفلاطون يعتبر أنه في مدينته المثالية في الجمهورية يعني ما كان هناك فنانون ولا شعراء، ممنوع حجزا لهذا الحد. لكن مسألة الفن هي مسألة تتعلق تحديدا بعناصر الجمال والذاتية. هل جميع أشكال الفن مقبولة؟ أليس لدينا حلال وحرام في الفن؟ هذا غير موجود. إن قطاع محفوظ ومميز ويمكن أن نقول ما نشاء. هناك فنانون تمت إدانتهم من قبل القضاء في جميع أنحاء العالم لأنهم تجاوزوا الحدود. لذا هناك أشكال من الفن تلامس المغاربة أكثر بكثير من استقبال فنانة تأتي من مغنية تأتي من بلد آخر وهي تتمايل وتحرك أردافها أمام شباب في 14 من عمرهم والذين لديهم كل ما يكفي من التستوستيرون ليفهموا بالضبط ما يحدث أمامهم. لكنهم يرون ذلك في التلفاز دكتور ليلو، يرون ذلك على الإنترنت، يرونه في كل مكان. هنا فيك فرق بين شيء يصل إليه الناس بشكل غير رسمي وشيء ينظم بشكل رسمي. هذا هو الوقت. إذن هؤلاء الشباب لديهم كل ما يكفي من التستوستيرون ليفهموا ما يحدث أمامهم، لكن سنقول لهم عليكم الانتظار 20 سنة لتتزوجوا، لأن سن زواج الرجل ارتفع إلى 38 سنة. لماذا نترك شابا أو شابة يقررون بشأن دراستهم: أريد أن أدرس الطب، أريد أن أدرس القانون، لا أريد أن أفعل شيئا، أريد أن أدرس هذا أو ذاك، لكن فيما يخص الأذواق سنفرض عليه ذوقا معينا. هل هذه هي المشكلة؟ لا، نحن لا نفرض الأذواق، الذوق أمر شخصي. لا يمكن فرض ذوق معين، هذا هو الأمر، لكن لا تنظر لهذا. لا أحد يملك الحق أو القدرة على فرض الأذواق، لأن الأذواق لا يمكن الجدل حولها، مثل الإيمان والمعتقد الديني. لا نفرض دينا على الناس كما لا نفرض الذوق. أكمل حديثك. فيما يتعلق بمهرجان الموسيقى أكمل، لكن مع العلم أنه تبقى 7 دقائق، أقول لك ذلك. نعم، لكن وقت الحديث غير متوازن. إذن السؤال الحقيقي هو: هل لدينا سياسة ثقافية أم أننا نعيش في فاشية تفرغ الثقافة من مضمونها؟ أي أننا نملك ثقافة عالمية تم كما قال الفيلسوف ماركوس من مدرسة فرانكفورت التهامها من قبل الرأسمالية وفرضها. لماذا؟ لأن اليوم ما هو المعيار؟ إنه الربحية. المعيار هو الربحية. ما يمكنني أن أدعك تقول ذلك. قبل أسبوع في الدار البيضاء كان هناك مهرجان الموسيقى الروحية في فاس، هذا ما تريدوه؟ لهذا السبب أقول لك أنه عندما يكون الراب مبتذلا ويروج لأشياء مثل المخدرات أو الجريمة، فبمجرد أن يكون مربحا لا توجد مشكلة في الرؤية الرأسمالية. عندنا عشرات المنظمات في المغرب اللي تكافح المخدرات وتكافح تهريب المخدرات وننفق مبالغ هائلة. واسألوا الناس من منطقة الحوز اللي كانوا ينظمون احتجاجاتهم في نفس وقت هذا المهرجان، لأنهم ما زالوا تحت الخيام بعد عامين. السؤال اللي عندي هو من وجهة نظر المنظور. نحن نريد حرية التعبير. لماذا عندما يدين الإمام الانحرافات الدينية يتم عزله من منصبه؟ يمكن أن تنتهي حرية التعبير. هناك مهرجان بيخرج حدار، أين هي حرية التعبير؟ نحن نغرق في التناقض التام. هذا يجب أن يكون قد تم تحديده بالفعل، لأنه بشكل عام هم يعرفون ما يقولون. الآن السؤال هو: هل سنستورد أوروبا كما قال طه حسن؟
هل يجب أن نكون أوروبيين بكل ما يحمله ذلك من إيجابيات أو سلبيات؟ أم أننا سنحافظ على ثوابتنا التي هي بالضبط الخصوصيات التي تم ذكرها في المادة 19 من الدستور؟ هنا سنترك الداروينية الثقافية، أي أن ثقافة من يملك المال أكثر ومن هو الأقوى ستفرض نفسها ببساطة مثل هوليوود. ليس مسألة مال. شخصيا اليوم من أين تأتي أكثر الأفلام انتشارا في العالم؟ إذا سمحت لي لا، أخبرني، أجبني. قد تكون هوليوود وقد تكون بوليوود. لا، الأغلبية. لا، هوليوود هامشية، هي فردية. لماذا؟ وأنا بتكلم عن شباك التذاكر. إذا سمحت لي، إذا عزيز، لا يمكننا أن نفرض على الفنانين، لا يمكننا أن نفرض على الفنانين معيار الحلال والحرام. هذا غير موجود في مجال الفن. لا يوجد حلال أو حرام، ثم إن الحلال والحرام أمر فردي، هذا يخص الشخص نفسه. أي شخص مؤمن ويعتقد أن الخمر حرام لا يشربه، هو حر، وأنا أؤيده، لكنه ليس من حقه أن يفرض خياراته على الآخرين. إذن جانب الفن هو حرية خالصة. لا يمكننا الإبداع إذا لم نكن أحرارا. يجب أن يكون العقل منفتحا حرا، منفتحا على الإنسانية جمعاء، منفتحا على جميع مكونات البلد لكي يكون الإنسان فنانا جيدا. إذا كان لدينا اليوم ظواهر لا نقدرها، يمكنني أن أتفق مع سيلهيلو، نوع موسيقي لقد تم إدانة الفنانين. نعم، يمكنني أن أتفق معه فيما يخص نوعا موسيقيا لا يعجبني، لكن لا يمكنني أن أسمح لنفسي بأن أقول إن كل هؤلاء الشباب الذين يستمعون إليه ضائعون فقط لأنني أنتمي إلى جيل آخر. ونحن أيضا عندما كنا صغارا كنا نحب أشياء كان الكبار يرفضونها أو ينبذونها. هكذا هي الأمور. لكن في أمر يجب التذكير به، وهو التربية في الأسرة وفي المدرسة. من الضروري جدا، وهذا ما أخفقنا فيه، وأقول بصوت عال لقد أخفقنا فيه منذ عام 56 عندما استبعدنا الفنون من المدرسة المغربية، لأن هناك أشخاصا كانوا يظنون أنفسهم حكماء جدا، أي بمعنى أشخاص يظنون أنفسهم يفهمون كثيرا، وقالوا هذه الفنون لهوة وعادة. لذلك اليوم لدينا مجتمع أمي في مجال الفن. يجب أن تكون هناك تربية فنية شاملة ومتوازنة بعناية فائقة، وذلك إذا أردتم حقا أن يكون لدى الشباب ذوق رفيع ومتميز لاختيار فن أصيل يتمتع بالجودة العالية والمستوى الرفيع التي نأملها جميعا ونطمح إليها بشدة. وبالطبع المهرجانات مهمة. ثقافة المغاربة هي ثقافة البهجة الحقيقية، هي ثقافة الفرح العميق. لقد نشأنا على الرقص والغناء الجميل في وسطنا العائلي الدافئ، ومارسنا جميع أنواع الفنون التقليدية الأصيلة في قريتنا الأصلية الهادئة قبل أن نأتي إلى الوسط الحضري الصاخب. لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن الحلال والحرام في الفن، لأنه لا يوجد حلال أو حرام. وأذكر أيضا أن القرن الثاني والثالث للهجرة كان عصر فن الموسيقى والرقص والغناء والشعر، بل ويمكن القول حتى الشعر الإيروتيكي. نعم، لقد تم غناؤه. يمكنكم الاطلاع على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، في كل شيء في الأغاني. عندنا هذا أيضا في ثقافتنا المعاصرة في الأغاني، لن نذكرهم. الأغاني ما يوجد شيء، هذا كل شيء. لذا في رأيي يجب أن نعلم، لأن الفن يجب أن يكون في المدرسة، المسرح، الموسيقى، الرقص وغيرها. دقيقتان للخلاصة للدكتور مكلوف. الفن عندما يتجاوز القواعد القانونية والشرعية لا يمكن قبوله. وفي الختام أود أن أوصي بكتاب شيق جدا، إنه كتاب هانز هيرمان هوبا بعنوان الديمقراطية، هذا الإله الذي فشل. اليوم كما قال ميشيل كولون، هذا الغرب الذي نراه ونمجده هو ميشيل كولون الباحث البلجيكي الذي ربما تعرفونه. الغرب هو مجرد حضارة قائمة على السلب. لن أذهب إلى الحد اللي ذهب إليه هو، لكن في الواقع كل مظاهر الثراء والفن والتنوع الحضاري جزء كبير منها قام على جماجم من أجل الجهاد، أي مرتبط ب أنتم تعلمون الهند تم نهب 45 تريليون دولار من الهند إلى المملكة المتحدة. بهذا لن نبني أرصفة جميلة، سوف نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
ولذلك أنا يجب قراءة الإحصائيات. الحقائق عنيدة والدراسات العلمية عنيدة والتبعات مهمة جدا. المحدثون لا يتحدثون عن عواقب أيديولوجيتهم. اليوم نحن ندعو إلى حرية مطلقة، وهذا يعني المزيد من الكحول، المزيد من الزنا، المزيد من سفاح القربة، المزيد من الدعارة. من اللحظة التي تحترم فيها القانون. هذا هو القانون. يمكن أن يجعل الدعارة قانونية في هولندا، إنها قانونية، تمر من هناك واجهات عرض، هناك نساء تدفع المال ولا توجد مشكلة. من هنا إنها عملية تحول من الداخل عبر أحصنة طروادة، ونحن في إطار استعماري جديد حيث ننقل قيما عالمية. وما أود قوله هو أننا كثيرا ما نسمع عن مسألة التقليد وأنها سيئة، لكن الأشخاص اللي يدافعون عن مفهوم الحقوق العالمية لم ينتقدوا هذا المتن أبدا. هل هذا المتن مثالي؟ ما نسمعهم يتكلمون عن هذه العناصر. لذا أود أن أوقظ وأحرر الرجعيين من القرن ال18، لأن الفكر الرجعي للحداثة قد أصبح متجاوزا. وكما قال وائل حلاق الأستاذ الجامعي الكولومبي ختاما، الحداثيون لقد دمروا وهدموا كل ما لمسوه. اليوم تظهر غزة أننا أمام إفلاس للنموذج الغربي، إلى درجة أن عميد كلية الحقوق في لبنان في بيروت اعتذر عن تدريسه للطلاب حقوق الإنسان. زي ما قلت، نقطة واحدة، جملة صغيرة خارج إطار الدين، في إطار الديني كل شيء مسموح. جملة صغيرة. عندما ننتقد الآخر كثير لا نستطيع أن نمارس نقد الذات. بلى فعلنا نمارس نقد الذات. الأخيرة لأنك سيختم. بالطبع نحن نمارس نقد الذات، أتمنى أن يدرك المغاربة أن هذا المنظور النيوكولونيالي الذي نعيش فيه لدينا رسائل فارغة، ولكن عندما نأتي إلى التطبيق لا ينجح الأمر. شكرا طلال هلو. شكرا أحمد. بشكل عام أنتم لا تتفقون على الكثير، بل أنكم لا تتفقون على أي شيء. سيتعين علينا العودة إلى عدد من المواضيع لأن النقاش كان شيقا. شكرا لكم لمتابعتكم هذا النقاش على برنامج فرونتال، وإلى الأسبوع القادم.